تشكيل الاهلي الافضل لمواجهه الزمالك في نهائي السوبر المصري. اول حاجه لازم يعملها كولر وهو بيحط التشكيل انه يراجع مباراتين الزمالك ومباراه سيراميكا كليوباترا. لازم يعرف ليه الزمالك كسب الاهلي وليه الاهلي قدم اداء سيء قدام سيراميكا وقدام الزمالك. لازم كولر يقف على اخطائه علشان يقدر يعالجها. لازم نبقى عارفين السلبيات موجوده فين. الاهلي يا ساده عمره ما كان الفريق اللي بيلعب تحت الكوره، الاهلي عمره ما كان الفريق اللي بيستقبل لعب. دايما الاهلي بيلعب على الاستحواذ، بيلعب على انه يفرض اسلوبه على اي خصم. دايما الاهلي بيكون الاكثر خطوره، الاكثر فرص، الاكثر تسجيلا. الاهلي دايما بيكون الاكثر استحواذا، فده لازم يكون موجود في شخصيه الاهلي مع كولر. لازم يرجع من جديد. التشكيل الافضل بالنسبه ليا في مركز حراسه المرمى مصطفى شوبير، لان ده من قمه العدل ان انت حارس قدم اداء استثنائي قدام سيراميكا كليوباترا يكون موجود. حارس قادر على انه يحمي عرين الاهلي، ولو الشناوي وقف مش هنعترض، في مقابل ان التشكيل يكون زي ما بنتمنى. في مركز الباك اليمين اكرم توفيق، وده لسببين. السبب الاول بالنسبه ليا لان اكرم توفيق عنده نقطه سلبيه في وسط الملعب في مستواه الحالي. هننقل النقطه السلبيه دي وهناخده في مركز الباك اليمين، ونسيب مكان في وسط الملعب للاعب كوره يقدر يفيد الفريق، يقدر يستحوذ على الكوره، يقدر ينقل كوره، يقدر يبني لعب. علشان كده ده سبب يخلينا ننقل اكرم في مركز الباك اليمين. السبب الثاني ان اكرم يقدر يكون عنده نقطه ايجابيه في مركز الباك اليمين، ويقدر يقوي المنظومه الدفاعيه الموجوده في الاهلي حاليا بشكل مش كويس، بشكل سيء جدا. اذا اكرم توفيق باك يمين. قلبين الدفاع بالنسبه ليا اي حد هيلعب مكان ياسر ابراهيم جنب رامي ربيعه هيكون افضل. انا عايز اترحم من ثنائيه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. الثنائيه دي على مدار كتير جدا ما حبيناهاش ودايما بيكون فيها مشاكل. اذا اي لاعب لو اشرف داري مصاب العب بيوسف ايمن هيكون افضل من رامي ربيعه، والعب برامي ربيعه. باك شمال كالعاده يحيى عطيه الله. في مركز رقم 6 احمد نبيل كوكا، وده بالنسبه لي مش مفاجاه، ممكن يكون مفاجاه ليك وممكن تكون بتطالب ان مروان يلعب، لكن احمد نبيل كوكا لاعب قادر يخرج بالكره بشكل صحيح، لاعب قادر يروح لكل لاعب معاه الكوره ويسند ويسلم ويستلم. عنده حلول كتيره جدا للاعب اللي معاه الكوره ان هو يكون مفتاح ليه او يكون داعم ليه. شفنا احمد نبيل كوكا قدام سيراميكا كليوباترا لما نزل قدم اداء جيد جدا ونقل الاهلي او نقل كوره شويه في نص الملعب، وده انت محتاجه في المباراه. غير قوه احمد نبيل كوكا سواء في التدخلات او سواء في التوقع بشكل صحيح، فوجود احمد نبيل كوكا هيساعد الاهلي جدا في اللعب الكوره. في وسط الملعب الامامي ما اعتقدش ان انا اكون كمدرب بحارب على لاعب او لاعب واحد محلي اللي اقنعني وهو عمر الساعي، واللاعب ده بجيبه وبقعده بره وبيبقى بره القايمه اصلا ومش موجود مع الفريق في معظم الماتشات. ليه اللاعب ده اصريت عليه وليه اللاعب ده ما بيلعبش؟ عمر الساعي موهبه تستحق ان انت تلعب بيها بشكل اساسي. لاعب عنده شخصيه، لاعب بيقدر يجيد المراوغه، بيقدر يروح في مساحه، بيقدر يسدد، لاعب كوره محتاجه جدا في وسط الملعب. امام عاشور ما يلعبش غير في مركز 8 ناحيه الشمال. غير كده امام عاشور ما يلعبش لا جناح شمال ولا يلعب في اي مكان غير المكان ده. نيجي للثلاثي الامامي، وبالنسبه ليا ما ينفعش يكون عندي جناح اجنبي زي رضا سليم وانا عمال ارقع في مركز الجناح الشمال. اجيب رضا سليم العب بيه جناح شمال قدام يحيى عطيه الله. رضا سليم مش وحش، انت امبارح كنت بتطالب امام عاشور انه يراوغ من على الخط من بره، ما بيعرفش يعملها ويعرف يعمل العرضيه. رضا سليم يقدر يحل لك المشكله دي، يقدر يجري على الخط ويعمل العرضيه بشماله وحصلت منه كذا مره. لو بتطالب رضا سليم ان هو يدخل للعمق ويسدد يقدر يعملها وعملها وسجل منها اهداف. رضا سليم مش اوحش من اي لاعب هيكون موجود في المكان ده غير رضا سليم او حسين الشحات. اذا خلي رضا سليم جناح شمال وتعالى بحسين الشحات اللي طريقه لعبه بقت محفوظه للجميع. خلي حسين الشحات يلعب في مركز الجناح اليمين، صدقني هيفرق معاك بشكل كبير جدا ان حسين الشحات يلعب جناح يمين. هيقدم حلول للفريق، هيقدر يلعب بطريقه اللامركزيه ويدخل العمق، يقدر يصنع اهداف بشكل كتير، يعني بشكل يخلي فيه فرص محققه. وكمان حسين الشحات بيقدر يسجل من المكان ده. وراس الحربه هو وسام ابو علي. ده التشكيل الافضل بالنسبه ليا. لازم كولر يلعب قدام الزمالك ويمنع الزمالك انه يلعب كورته، انه يستحوذ، يمنع ان الكره توصل لرجل لاعيبه الزمالك في البدايه علشان تمنع اي خطوره لاي خصم، ان انت تمنع الكره توصل ليه او تمنع استحواذه على الكره. ده بيمنع خطورته. في المقابل انت تقدر تسجل لو الكره في رجلك وفرصك في التسجيل هتبقى اقرب.
دي الكوره ودي اللي احنا نعرفه، مش اللي كولر بيعمله ان انا برجع للخلف بدافع بشكل مبالغ فيه وما عنديش خطه تانية، ما عنديش خطه ب لما اقطع الكوره هعمل ايه او هروح فين. ده التشكيل الافضل بالنسبه ليا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل الناس اللي بتشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بتشوف قناتي او بتتابعني على الفيسبوك تدعمنا بلايك وكومنت. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.